انا جاي اشتري والله حاجات من هنا عند عمرو الحلواني، والصراحه الحاجه اللي هنا تحفه والاسعار جمله الجمله. بس حضرتك مش من هنا صح؟ لا مش من هنا. منين بقى؟ من اي دوله؟ سوريا. سوريا، اهلا وسهلا. الله يكرمك. حضرتك بتحب تشتري المنتجات بتاعتك من هنا؟ عمرو الحلواني الصراحه رقم واحد في كل القوالب وكل الصينيات يعني. انا بطلع مشوار من 6 اكتوبر لغايه هنا. والله حضرتك المشروع بتاعك في 6 اكتوبر. شكرا، متشكره قوي. عارفين يا جماعة أغنية اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني؟ وأنا وديتكم هناك يا جماعة عند أشهر حد بيبيع حاجات حلواني. طلعي بقى روحي الشيف اللي جواكي وتعالي شوفي حاجات الحلواني، من سجان لقوالب سيليكون لحاجات عجينة السكر اللي بتشكل عجينة السكر للقوالب بتاعت شوكولاتة دبي. كل حاجة يا جماعة بتاعت الحلواني. احنا أصلنا يا جماعة حلواني وعايزين نطلع روح الحلواني اللي جوانا، وعشان كده انا وديتك لعمرو الحلواني اشهر حد بيبيع ادوات الحلواني او ادوات الطبخ بتاعت الحلواني. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. المكان ده يا جماعه غير اي مكان، المكان ده الوحيد اللي فعلا دخل قلبي، وانا متاكده انه هيخش قلبكم زي ما دخل قلبي كده بالظبط، لان مكان كله حلويات. شايفين يا جماعه حافظه الكيك وحافظه السندوتشات، صينيه البيتزا، قوالب الكيك، قوالب الكب كيك، مضرب البيض، مضرب النسكافيه، الهاند بلندر. بصوا عنده جميع انواع كل حاجه تخص الحلواني. عنده البلابل، عنده شايفين يا جماعه بتاعت الجيلي كولا دي، القالب السيليكون بتاع الجيلي كولا، جيلي كولا البيبسي والسمايل. وكمان عنده القوالب السيليكون بتاعت شوكولاته دبي، وكمان القوالب الاكليريك. عنده كمان يا جماعه حاجات عجينه السكر اللي انتوا شايفينها دي اللي احنا كلنا بنعشقها. وعنده البلابل باشكال مختلفه، وقوالب الطرط كمان يا جماعه. شايفين المفرش السيليكون دي، المفرش المرقم والمفرش بتاع الاكلير والمفرش كمان الساده يا جماعه. عنده كمان القوالب بتاع الميني كاب كيك، المستطيل والمربع والمدور بقاعده متحركه. شايفين يا جماعه شكلها تحفه قوي ازاي؟ دي شكلها في النهائي بيبقى تحفه قوي. عنده كمان القوالب السيليكون البابل وعمه السلطان والحروف وورق الشجر والبيبسي زي ما انتم شايفين. حاجات في منتهى الجمال والشياكه يا جماعه، وكبار وصغيرين بيعشقوا المحل ده. حرفيا صغير جدا بس مليان ناس واقفين، ناس بره وجوه فعلا حرفيا. طلعي بقى روح الشيف اللي جواكي وتعالي شوفي المحل ده. عنده كمان الصواني والصاجان وعنده البلابل، عنده الترمومتر بتاع قياس درجه الحراره بتاعه الفرن وبتاعه الاكل. عنده جميع انواع حاجات الحلواني. كل الحاجات اللي انت بتشوفيها في ايد الشيف دي موجوده هناك في المحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يبارك فيكي. دلوقتي بقى عايزين نعرف المحل ما شاء الله عندك زحمه، قعدنا 3 ساعات عشان نصور الفيديو ده. ولا يهمك. عايزين نعرف هو ليه الناس بقى بتحب المحل بتاعك كده قوي؟ عايزين نعرف ايه الحاجات الحلوه اللي عندك. ده حاجه بتاعت ربنا الحمد لله. لا انت بتبيع حاجات مميزه وفعلا الناس بتحبها، اطفال وكبار. يعني القوالب السيليكون دي، الاشكال، الحاجات الحلواني. عشان هنا احنا بفضل الله مميزين عن السوق كله، لان احنا تخصص حلواني وتورت وشوكولاته وكده. احنا مميزين لان السوق هنا كله يعتبر منزلي وادوات منزليه، فاحنا هنا تخصص حلواني. كل معدات الحلواني وعجينه السكر والشوكولاته والكيك والتورت وكل حاجه بفضل الله. كل المعدات بتاعتها موجوده هنا. الحمد لله طبعا. صح كده؟ طب عايزين نعرف الاسعار وعايزين نعرف الحاجات اللي عندك. ماشي تمام. اتكلمنا عن ايه اول حاجه بقى؟ هنبدا اول حاجه طبعا تشكيله البلابل كلها. عندي تشكيله البلابل كامله. البلابل كلها، البسكوت والبيتوفور وبلحشام والكريمه وكله. طبعا تشكيله كامله حوالي 40 شكل بفضل الله. سعرها 132 الدسه، يعني 11 جنيه. في كميات طبعا برضو يعني البلابل بالقطعه الواحده ب 11 جنيه، في الدسه ب 11 جنيه. في الكميات بتبقى اعلى، ممكن بيبقى في فرق مثلا بتطلعها عادي. يعني انا لا انا هشتري مش كميات، انا مش هشتري جمله، انا هشتري مثلا قطعه او 2 او 3. هتقف عليك 11 ونص. 11 ونص بس؟ المستورده بالنسبه للمصري بتعمل 8 جنيه. انا شاريها ب 25 من باب الشعريه يا جماعه. طب تمام، عايزين بقى نشوف دي في بتاعه الطرط برضو. دي الطرطات اللوكس التقيله طبعا موجوده باشكالها كلها. والكنافه واساور الكنافه برضو بفضل الله موجوده. وعندنا الطرطات الخفيفه برضو موجوده، اللي هي الباكت 36 قطعه بيعمل 28 جنيه، موجود ومتوفر. موجود هنا في نفس الحاجه دي؟ موجود عندنا اشكاله كلها. دي كلها طرطات. دي طرطات طبعا. الكبيره الكبيره بتبقى دسته ب 28 جنيه، والصغيره بيبقى الباكت فيه 36 قطعه بيعمل 28 جنيه برضو، السعر واحد. تمام.
طبعا الاشكال كتيره طبعا، حوالي 6 اشكال من الميني الصغير و6 اشكال من الطرطات الكبيره. تمام. وعندنا هنا القوالب السيليكون كلها بفضل الله بتشكيلتها كامله مكمله. تشكيله كامله. عندكم اللي هي بتاعت شوكولاته دبي برضو موجوده عندنا، شوكولاته دبي. القوالب الشوكولاته دبي كلها موجوده ومتوفره عندنا باشكالها. ده القالب الجديد، ده القالب الجديد الترند اللي هو القالب الاتنين في واحد. طبعا اشكال مختلفه. ماشي. ده شوكولاته دبي. ده الجديد. ده الجديد. وفي منه طبعا عندنا السيليكون ده. وفي منه عندنا طبعا الواحد قطعه. سعره كام بقى؟ ده بيعمل 45 جنيه، الاتنين في واحد بيعمل 45. وعندنا ده الواحد قطعه بيعمل 35 جنيه. حلو قوي ده. ده كان الاول، ده بعد كده جابوا ده طبعا. وعندنا البارات دي هي برضو موجوده باشكالها كلها. وعندنا البار اللي هو الترند اللي مكسر الدنيا، ال 12 في واحد. ده الصغير بقى، الميني. ده الميني. الميني بتاع شوكولاته دبي، صح كده؟ طبعا. ده اللي هو طالع ايه؟ والميني والوسط وكله ترند. حلو قوي ده. ده ال 12 عين. ماشي. وعندنا ال 12 عين ده بكام؟ ده بيعمل 55 جنيه. 55. وعندنا الشوكولاته كلها بتشكيله كامله بفضل الله. دي كلها شوكولاتات. دي جيلي كولا صح؟ دي جيلي كولا، عندنا حوالي 10 12 شكل في اشكال الجيلي كولا. وبتعمل 40 جنيه، اي قالب بيعمل 40 جنيه في الجيلي كولا. تمام. ماشي. وعندنا اشكال المصاصه برضو. دي اشكال مصاصات فعلا صح. كتيره. ماشي. بيعمل 30 جنيه اي قالب. تمام. وطبعا هنا البابلز وهنا الاشكال كلها. الشوكولاته البابلز يا جماعه اهي. ده البابلز الترنج التقيل. وعندنا الحروف والهبي والشوكولاته وعمه السلطان، طبعا تشكيله كامله بفضل الله. اسمها عمه السلطان. عمه السلطان. طيب بالنسبه بقى للكب كيك والميني كب كيك اللي عندك، الكب كيك فيه صواني وفيه قوالب سيليكون، يعني القوالب دي بتمشي فيه منها كب كيك زي القالب ده كب كيك. ماشي. الشكل ده يمشي كب كيك، اشكال كتير زي ده كب كيك، زي ده كب كيك. اسعارهم ايه بقى الكب كيك؟ اهم حاجه الاسعار. الكب كيك بتبقى 55 جنيه طبعا السيليكون، وفي عندنا عاملين عروض على اشكال طبعا. بيبقى القالب عامل 30 جنيه. ده عامل 30؟ الاشكال دي كلها عامله 30 جنيه. ده كب كيك برضو؟ ده بيمشي شوكولاته. بيبقى عامل 30 جنيه القالب الكبير. والكب كيك؟ والكب كيك بيعمل 55 جنيه. عاملين عروض طبعا. 55 الاشكال اللي انا وريتها لك، اللي زي دي ودي ودي وهو ده. وايه اللي ب 30؟ في كب كيك 30؟ لا. اللي هو الشوكولاته بس اللي ب 30. الشوكولاته بس اللي هي ب 30 القوالب الكبيره. طيب انت وريتني قبل كده القوالب اللي هي بقاعده متحركه بتاعت الكب كيك، الميني كب كيك. الميني كب كيك حلوه قوي. شيز كيك ابو قاعده متحركه 24 عين. دي قواعد متحركه طبعا موجود ومتوفر. طبعا عندنا شيز كيك ابو قاعده متحركه 24 عين. هي دي تشيز كيك ولا ميني كب كيك؟ هي ولا تمشي الاثنين؟ اسمها شيز كيك والميني كب كيك لانه بقاعده متحركه 24. ليها الدوائر بتاعتها، في منها المربعه دي؟ وفي منها المدوره. طبعا الدوائر بتاعتها موجوده. الاعداد بتاعتها 24 قاعده بتترص عليها كلها، بحيث لما تستوي الحاجه بيحطها من تحت كده يطلعها. بتزقها من تحت كده تطلع الكب كيك بتاعها. طبعا بتعمل دقيقه عامله 235 جنيه. 235 بس؟ 235. بصوا يا جماعه شكلها حلو قوي قوي. تمام. وعندنا المفارش طبعا. المفارش السيليكون بقى عايزين نعرف. المفارش عندنا المفارش كلها موجوده ومتوفره. عندنا مفارش غير اللي موجوده في السوق خالص طبعا. دي خامه عاليه. بس دي موجوده كبيرة في السوق ولا دي خامه اعلى؟ دي حاجه عاليه وحاجه مش موجوده في السوق خالص غير عندنا بفضل الله. فعلا تقيل جدا. التاني مجرد ما اي حاجه بيتقطع. لا ده تقيل، ده تقيل جدا. ده مقاس 40 في 60. على قد اكبر مقاس صينيه. سعره كام؟ بيدخل الفرن، ده حراري بيخش الفرن وبتستخدميه مفرش عجين تقطع عليه وتفرد عليه العجين. دي خامه طبعا تقيله جدا. سعره كام بقى؟ ده بيعمل 210 وفي نفس المقاس بتاعه وبتبقى ب 30 جنيه ب 40 جنيه. جبت انا الخامه الاقل دي. في موجود كل حاجه موجوده برضه. تمام. يعني عندك برضو الخامه الثانيه؟ موجوده طبعا موجوده. تمام. في عندنا المفارش الحراري وبفضل الله عندنا طبعا الالومنيا كلها هي. طب عايزين نشوف المفارش الحراري برضو اللي احنا صورناها وكلمتنا عنها. هات يا خالد المفارش الحراري مقاساتها كلها 30 في 40 ولا 40 في 60 باشكالهم كلها. في عندنا المرقم مقاسين 30 في 40 بيعمل 75 جنيه والكبير بتاعه بيعمل 140 جنيه. وفي عندنا الاكلير مقاسين طبعا موجودين بفضل الله. برضه الاكلير بيعمل 85 والكبير بتاعه بيعمل 150. يعني الاكلير اغلى. الاكلير اغلى. في عندنا الساده
بيعمل برضو 75، والكبير بتاعه بيعمل 135. تمام. طب عايزين نشوف بقى الحاجات اللي هي بتاعت عجينه السكر، وبرده عايزين نشوف القالب بتاع الاسبونج. احنا عندنا طبعا تشكيله للملديات عجينه السكر موجوده ومتوفره عندنا بفضل الله. الاشكال كلها يعني مثلا دي بتاعت ايه بقى؟ يعني دي بتاعت دي طقم نحت، دي معدات بتاعت عجينه السكر كلها والنحت. دي بتاعت طقم نحت. ماشي، بيعمل 40 جنيه. ده مكبس الفندان لعجينه السكر بيعمل 150. دي عجينه السكر بتبقى جواه يعني؟ طبعا. ودي المكوه لعجينه السكر بتعمل 35 جنيه. ودي القوالب اكريليك. وده طقم نحت بيعمل 20 جنيه. وده طقم نحت برضو المعدن بيعمل 45 جنيه. طب واللي جنبه ايه دي مسطره حروف كوكيز. مسطره حروف كوكيز. تمام. ماشي. وعندنا القطرات طبعا موجوده متوفره. ده القطر ال6 في 1 وده ال12 في 1. وده طقم السكليبر المستورد بكام؟ 8 اشكال ب 75 جنيه. حلو قوي. ودي بقى الاشكال دي ايه بقى؟ دي قطاعات طبعا بنستخدمها، قطاعات عجين لشغل عجينه السكر ويستخدم على بسكوت. طبعا الاشكال كلها لرمضان والاعياد والاطفال وكل حاجه متوفره الاشكال كلها. بكام بقى ده؟ ده بيعمل 55 جنيه اي شكل في الاشكال دي كلها 55 جنيه. طيب احنا بقى شفنا عايزين نشوف القوالب بتاعه الاسبونج. حلال الاسبونج كلها متوفره بمقاساتها. هي بتبدا من اول مقاس 12 لغايه مقاس 30. طبعا مقاس ده 12 اصغر مقاس. وبيبقى مقاس 12 14 16 18 لحد 30. اسعارهم بقى ايه؟ اسعارهم بيبدا من 90 جنيه اول مقاس وبيزيد كل مقاس 5 جنيه. يعني 90 95 100 105 كده، صح كده؟ ده سعر جملته. طبعا لو في كميات بتطلب بيبقى سعر اقل من كده في الكميات. تمام. عايزين بقى نشوف بقى المضرب النسكافيه اللي عندك. برضو بتبيع مضرب نسكافيه؟ بتبيع اللي هي بتاعت عندي طبعا المضارب النسكافيه سكان، وعندي النوع الثاني العادي. عندي الهاند بلندر، عندي موزع العجين. طب المضرب النسكافيه العادي بكام والسكاني بكام؟ واني الافضل؟ السكاني بيعمل 320 والعادي بيعمل 120 جنيه. تمام. ودي اللي هي بتاعت الوافل؟ ده الوافل الجريل موجود متوفر عامل 370، وفي اللي هو الكهرباء بيعمل 220 جنيه. طب اخد اني احسن بجد؟ اخد اني على حسب كل واحد طبعا واختياره كل واحد وذوقه على حسب، بس ده موجود وده موجود. بس انت بتفضل ايه؟ الجريل طبعا. الجريل انت حقين انا عارفه. الجريل كويس. بص الجريل ده يا جماعه بيقول لي عليه كويس جدا. الجريل ده برضو اللي عايز الجهاز للاطفال كده يعني بنوته صغننه ماشي. دي قعده التورته. دي قعده التورت. عندنا الموازين بكام قعده التورت دي؟ قعده التورته بتعمل 70 جنيه. 70 جنيه. والموازين المستورده مش المصري. وعندنا الموازين طبعا باشكالها كلها 4 انواع موازين كلها متوفره وموجوده. حاجات عاليه مستورده كلها شغلنا. اسعارها ايه بقى؟ بفضل الله. الميزان اسعاره ايه؟ الميزان ده بيعمل 95 295 195 معلش. وده بيعمل 250 و270. اعلى حاجه ده؟ اعلى حاجه الاثنين اللي فوق. الماتيريال بتاعهم عالي مستوردين. دي بقى صواني البيتزا اللي انا صورتها في الاول، كنت عايزه اعرف عنها حاجات كتير لان حباها قوي بجد. دي طبعا ماركه نينجا. دي ماركه نينجا الاصليه؟ طبعا ماركه بجد. نينجا الاصليه ده التيفال الاصلي وحاجه نظيفه طبعا وعاليه. دي صينيه البيتزا ماركه نينجا. دي بيتزا مخرمه، ده اساس البيتزا اساسا. ايوه هي فعلا الصينيه بتاعت البيتزا. ودي صاج الفرن طبعا بيستخدم لكذا حاجه. صاج الفرن طبعا بس ماركه نظيفه غير الماركات الثانيه وغير الحاجات الشعب اللي موجوده في السوق. طب صينيه خامه تقيله جدا جدا. ده خامه تقيله. دي سعرها كام بقى بتاعت البيتزا؟ دي بتعمل 210 والصينيه دي بتعمل 225. تمام. بس حلوه قوي صينيه البيتزا دي، والصينيه الثانيه فعلا اجود الانواع اللي هنا يا جماعه. طيب والصواني بقى عايزين نتكلم عن الصواني الطواجن اللي هي بيقولوا عليها طواجن. دي صواني للفرن؟ دي عندنا طواجن الفرن بتستخدم للكيك. في المربع والمستطيل؟ في كل حاجه ان شاء الله. في المربع مقاسات وفي المستطيل مقاسات وفي قطم وفي فرداني وفي البسبوسه وفي طب ممكن نشوف بقى المربع ده والمستطيل؟ نمشي الزحمه اللي عندنا ونقدر نصور. بصوا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، المحل دايما زحمه. تشكيله كبيره من الصواني المونيا كلها خام بيور. عندنا التشكيله كلها 30 في 30 و30 في 40 بانواعها ومقاساتها كلها، وال 40 في 60 زي ما انت شايف. عندنا الكبس 40 في 60 موجود. ده سعره كام ده؟ ده بيعمل 420 جنيه. حلو قوي. بيعمل 420 المونيا خام بيور. تمام. في عندنا الطاجن الغويط 30 في 30. وفي برضو ال 30 في 30 البسبوسه
في ال 30 في 40 وال 40 في 40. حلو قوي المربع ده. 40 في 40 بيعمل 335. عندنا المربع طبعا منه الشفه وعندنا منه الكبس. 30 في 40 برضه عندنا الشفه والكبس موجودين، وعندنا الطواجن طبعا اللطم. سعره كام الدهان ده؟ بيعمل 530 جنيه الطقم، 3 قطع ألمونيا خام بيور. تمام. وده الكبير خالص؟ ده الكبير خالص بيعمل 400 جنيه. حلو قوي ده، حلو قوي. تمام. طبعا احنا عندنا الاقماع كلها موجوده بانواعها. طبعا عندنا الكيس الاستخدام مره واحده 3 مقاسات بيبقى 30 35 جنيه 40 جنيه ده سعره. فين بقى ال 30؟ 30 جنيه الباكت فيه 100 قطعه. وده فيه 100 قطعه، اي باكت فيه 100 قطعه بس 3 مقاسات بيبقى 30 جنيه 35 40 جنيه. تمام. ماشي. وبالنسبه للقماش عندنا 4 مقاسات موجودين ومتوفرين عندنا. تمام. ده القماش التقيل النظيف المستورد غير القماش المصري. تمام. بيبدا معانا 30 32 34 36 من الصغير للكبير. من الصغير للكبير. وعندنا طبعا السيليكون بيبقى 3 مقاسات. عندنا مقاس ناقص دلوقتي خلصان بيبقى عامل 18 20 22 3 مقاسات. وعندنا المستر شيف برضو. وعندنا قطاعات. ايه بقى ديت ده قمع مستر 5 قطع بس بتبقى خامته تقيله جدا. 5 قطع خامه تقيله استخدام مره واحده بس. ده سعره كام؟ استخداميه كذا مره برضو خامته تقيله. سعره كام؟ ده بيعمل 20 جنيه. الكيس ولا الباكت كله؟ الباكت كله ب 20 جنيه اللي هو فيه 5 اكياس. فيه 5 اكياس. تمام. ماشي. ده لا طبعا حلل الاسبونش مقاساتها كلها اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول. دي حلل الاسبونش من اول مقاس لاكبر مقاس. تمام. ماشي. ودي الهوايات طبعا بنستخدمها عندنا. دي بتاعت الفرن؟ دي بتاعت احنا بنستخدمها نهوي عليها التورت والكيك وكده. لكن احنا مثلا عندنا مقاساتها كلها المستطيله والمدوره والمربعه وكل المقاسات متوفره عندنا الحمد لله. ماشي. تمام. وطبعا التشكيله عندنا وعجينه السكر وكله بفضل الله. وعندنا الفرم طبعا كلها. اسعارها ايه بقى الفرم دي؟ اي شكل بيعمل 115 جنيه. اي شكل بيعمل 115. طب حلو قوي. الدهان الاصلي طبعا ألمونيا كلها خام. طب ايه الحله دي بقى؟ دي حله كيك على البوتاجاز بتبقى 2 قطعه. دي حله كيك على البوتاجاز بتبقى 2 قطعه. سعرها كام بقى؟ بتعمل 270. تمام. واللي يجي بقى من طرف جهد السعداء هتعمل له ايه؟ طبعا هنعمل له خصم طبعا يا استاذ. انا سمعت كمان ان انت عندك قوالب للصابون. طبعا عندنا طبعا السيليكونات دي ما بتستخدمش يا جماعه كيك وشوكولاته بس، لا ده بتستخدم للجبس وبتستخدم للشمع وبتستخدم للصابون. يعني عندنا تشكيله كبيره للصابون. مثلا عندنا القالب اهو 6 في 1 البيضاوي المختوم من جوه. ده المختوم يا جماعه من جوه. في الشكل من جوه. ده المختوم بيعمل 70 جنيه طبعا. وعندنا الساده بتاعه 6 قطع بيعمل 60 جنيه. تمام. ماشي. وعندنا البيضاوي وعندنا عش النحل كمان. غير في برضه اشكال كتيره طبعا تاني عشان الصابون اللي بالعسل وكده. طبعا. وفي عندنا قوالب للشمع كتيره البابلز. وعندنا اشكال الشمع برضه كتيره. وعندنا قوالب للجبس اشكال الجبس برضه كتير. ده كله بيستخدم جبس. ده بيستخدم جبس برضه. ده بيستخدم شمع. يعني عندنا تشكيله كبيره. وده طبعا الترند الشمع القلوب البابلز القلوب. ده البابلز القلوب ده خامه تقيله. ده سعر بيعمل 55 جنيه ده جملته. تمام. ماشي. وعندنا طبعا قوالب الايس كريم. وطبعا في تشكيله كبيره طبعا جايه للايس كريم. احنا لسه في اول الصيف ففي تشكيله تاني كبيره جايه لنا هنستلمها ان شاء الله كمان اسبوعين بتسهيل ربنا باذن الله. باذن الله ان شاء الله. عايزين بقى نشوف الترمومتر اللي بيقيس درجه حراره الاكل. عندنا الترمومتر طبعا حاجتين عندنا. في الترمومتر ده وبقى معاه اللبيسه بتاعته دي خامه عاليه برده حاجه ممتازه بيعمل 65 جنيه. وعندنا الترمومتر الابيض ب 50 جنيه. ماشي. وعندنا برده الترمومتر الفرن. ده ترمومتر حراري جوه الفرن. ماشي. ده موجود ومتوفر عندنا. يعني ده بتدخله جوه الفرن؟ ده بيتحط جوه بيتثبت جوه الفرن عشان يشوف درجه الحراره. لو هتعملي اكل تعملي كيك تعملي اي حاجه بسكوت بتظبطي درجه الحراره زي ما انت عايزه. ده سعره كام بقى؟ ده بيعمل 85 جنيه المستورد النظيف. ده اللي على كارت احمر مش اللي بكارت اخضر يا جماعه عشان نركز. احنا حلواني يعني. احنا بنشتغل في لوكسيات حاجتنا مميزه بفضل الله. يعني ده بكام قلت؟ ده 85 جنيه. وده 50 جنيه. ده اللي بيقيس درجه حراره ايه؟ درجه حراره السوائل والفراخ واي حاجه. الاثنين دول درجه حراره السوائل. اما بشوف الديك الرومي كده بيدخلوا بيقيس درجه الحراره برضه طبعا. ماشي. شكرا.